بيقولك لما الشهرة تتصدم بالتلفزيون التقليدي الجدل بيكون في السماء. القصة بدأت لما طلعت ياسمين الخطيب وقالت ان سوزي طلبت منها 100,000 جنيه علشان بس تطلع معاها في التلفزيون في البرنامج بتاعها، بس ياسمين بقى شايفة ان ده كتير قوي على سوزي ومش من حقها. سوزي طلعت في لايف وردت على ياسمين وقالت انا مش هنزل من بيتنا عشان 5 او 10,000 جنيه، انا ممكن اقعد في بيتنا واجيبهم عادي. سوزي عارفه انها بقت ترند عشان نتيجه الثانويه العامه، عارفه ان الحلقه هتبقى ترند وان ياسمين هيجي لها فلوس كتيره من الحلقه. طلعت قالت لياسمين في فيديو ده رزقي. سوزي طلعت ردت على ياسمين لما ياسمين قالت احنا مش بنستضيف ناس شهرتهم مبنيه على اساءات شخصيه. سوزي قالت انا غلطت واتعاقبت من اهلي ومن القانون وكمان كنت عملتها وانا قاصر. سوزي طلعت في لايف وقالت ان ده من حق وكمان ظهوري معاكي كان هيكسبك فلوس اكتر من كده بكتير. تدخلت الشاعره الغنائيه منى عدلي القيعي في الازمه ودعمت سوزي وقالت ان الرفض ممكن يكون باحترام من غير ما نعرض التفاصيل الماليه الخاصه بالضيف. وهنا الناس انقسمت نصين، نص مع سوزي ونص مع ياسمين. الجزء اللي مع سوزي شايف ان من حقها تحدد اللي هي عايزاه علشان هي عارفه ان في مشاهدات كتير وان الحلقه هتبقى ترند. وكمان نقيب الممثلين صرح وقال ان التيك توكر مستحيل يبقوا ممثلين فمن حقهم يضمنوا مستقبلهم. الفريق بقى اللي مع ياسمين من وجهة نظره ان الموضوع مش فلوس وبس، وان الشهرة دي مبنية على اساءات وفضايح مش مكانها الاعلام المحترم. وفي الاخر الموضوع بقى اكبر من مجرد اجر ضيف. السؤال بقى هنا انتوا مع مين؟ سوزي اللي شايفه ان شهرتها ليها ثمن، ولا ياسمين اللي شايفه ان النوع ده من الشهره مش محتاج مساحه اصلا؟